المتابعين والمشاهدين، اهلا ومرحبا بكم في عرض سماك داون 20/10/2023. شرارة البداية للتحضير لصراع البراندات الازرق ضد الاحمر. قائدهما من الفريق الاحمر ادم بيرز، والقائد الاخر الازرق نيك ألديز. مباريات والبروموهات تخدم سيناريوهات عداوات كراون جول. لا تنسى الضغط على زر اللايك ان عجبك الفيديو المقدم. لا تنسى الضغط على زر الاشتراك في القناة ان عجبك المحتوى العام للقناة. معكم جوبلin من قناة مجنون مصارعة المحترفين. نبدأ التحليل. افتتح العرض بدخول بول هيمن الى الحلبة، وهو من قام بافتتاح العرض وتحدث عن LA نايت فارس لوس أنجلوس، وقال بشكل مختصر أنه معجب به كثيرا، ولكنه يتطلع إلى رؤيته يتحطم بشكل كامل من زعيم القبيلة رومان رينز في كراون جول. دخل مقاطعا LA نايت فارس لوس أنجلوس وتحدث إلى بول هيمن أنه يجب أن يكون رومان رينز موجود الأسبوع القادم، وذلك لتوقيع عقد مباراتهما في كراون جول، ويوجد تفوق واضح في المايك للوس أنجلوس وهو LA نايت، وكان الجمهور دائما معه ومتفاعل طوال هذه الفقرة. المباراة الأولى وجمعت كل من مونتيز فورد ضد سانتوس اسكوبار. الفائز بالمباراة مونتيز فورد. مباراة الانتقام مما حصل لكارليتو الأسبوع الماضي بعد الاعتداء عليه من قبل كل من التحالف ستريت بروفيتس وبابي لاشلي. من حيث الأداء والمحتوى والمستوى، المباراة قوي وممتع جدا، وقدموا حركات وتناغمات في الحركات، لكن ما يهمنا هنا النتيجة. فوز مونتيز فورد له هدفين. الهدف الأول تقوية صورة التحالف الجديد مع بابي لاشلي. الهدف الثاني ما زالت العداوة مستمرة بين الستريت بروفيتس والLWO، وأتوقع أنه سوف تكون الأسبوع القادم مباراة ما بين LWO وأيضا ما بين الستريت بروفيتس، وتقييمي للمباراة 7.5/10. بداية قوية لعرض سماك داون، لكن بعد النزال قام مونتيز وأنجيلو دوكنز بمهاجمة سانتوس اسكوبار، ولكن أتى الإنقاذ من كارليتو مما جعلهم يخرجان سريعا من الحلبة. ويبدو بأن كارليتو سوف يأخذ مكان ري ميستيريو في عصابة LWO بسبب انشغال ري ميستيريو، كما سوف نشاهد في العرض. دخل جون سينا إلى الحلبة وتحدث وقال أن آخر انتصار فردي له كان منذ 2102 يوم، وذلك في عام 2018، وقال أنه ينوي أن يحصد انتصارا فرديا جديدا. قام سينا بإطلاق تحدي مفتوح لأول شخص سيدخل الحلبة وهو فيها. فاتت المقاطعة من سولو سيكوا الذي قام بمهاجمة جون سينا، وقام جيمي أوسو بمشاركة سولو في فعل ذلك. ظهر رجل ملثم وقام بالاعتداء على جيمي أوسو، ليظهر بعد ذلك أنه جاي أوسو، وأنقذ جون سينا من سولو سيكوا ومن أخيه جيمي أوسو. في الكواليس رأينا LWO مجتمعين معا، وأيضا كان ري ميستيريو منشغل جدا في تحدي لوغان بول، وقالت له زيلينا فيغا أننا جميعا عائلة لا فاميليا ويجب أن نذهب معك للحلبة، فقال لا تقلقوا سأكون بخير. وهنا نلاحظ أيضا وبدأ الشرخ بالكبر ما بين ري ميستيريو والLWO، لأنه تركهم ولم يحضر حتى مباراتهم الأولى، وخرج لملاقاة لوغان بول على الحلبة. دخل لوغان بول إلى الحلبة وتحدث عن التحدي الذي أطلقه لري ميستيريو والذي قام بمقاطعته وسخر منه، ثم وافق على المباراة، وذلك أصبحت المباراة رسمية في عرض كراون جول
على لقب الولايات المتحدة. جمعت كل من لوغان بول ضد ري ميستيريو على لقب الولايات المتحدة في عرض كراون جول في المملكة العربية السعودية. المباراة الثانية وكانت تاج تيم، جمعت كل من أوستن ثيوري وغريسون وولا ضد كاميرون جرايمز ودراغون لي. الفائز بالمباراة بالتثبيت أوستن ثيوري وغريسون وولا، رغم أن كانت المباراة لا تتعدى الوقت فعليا 3 دقائق إلى 5 دقائق، إلا أن هدف المباراة كان من أجل تقوية صورة كل من أوستن ثيوري وغريسون وولا، وأتوقع أنه لهم دفعة على ألقاب التاج تيم، وأتمنى فصل الألقاب لكي نستمتع في القسم الزوجي من البراندين، سواء كان في عرض سماك داون أو في عرض الرو. تقييمي للمباراة 6.5/10 لأنها كانت قليلة، ووقت المباراة لم يكفي لإعطاء ما تعودنا عليه من كاميرون جرايمز وأوستن ثيوري وغريسون وولا ودراغون لي. مباراة المين ايفنت والحدث الرئيسي، وكانت على بطولة WWE للسيدات، جمعت كل من البطلة إيو سكاي ضد شارلوت فلير. الفائز بالمباراة بالتثبيت إيو سكاي، وتبقى محافظة على لقب سيدات WWE. مباراة قوية، مباراة جميلة، أو من أقوى مباريات السيدات منذ فترة طويلة. فوز إيو سكاي متوقع، لأنه لا أتوقع تغيير الألقاب إلا في عروض شهرية. بقوا أقوى، يعني تقييم للمباراة 7.5/10. لكن ما يهم بعد المباراة، قامت بيلي وإيو سكاي وداكوتا كاي بالهجوم على شارلوت فلير، ولكن أتى الإنقاذ من العائدة بعد غياب بيانكا بيلير التي دخلت إلى الحلبة وقامت بمهاجمة الثلاث وطردهم خارج الحلبة. وعلى هذا المشهد انتهى عرض سماك داون بتاريخ 20/10/2023.